أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي ويا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب، أنا وكل السامعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي سعادة وفي أحسن حال. بحبكم في الله، بشكركم جدا من داخل مصر ومن خارج مصر. أهلا وسهلا بكل حبايبي. وجودكم في قناتي المتواضعة وفي حياتي طبعا ده شرف ليا. اتمنى لو انت جديدة معايا في القناة او اول مرة تشوفيني او بتتابعيني من غير اشتراك تشتركي يلا بسرعة من كلمة اشتراك تحت الفيديو على ايدك الشمال، اضغطي عليها يظهر لك جنبها 3 اختيارات. اضغطي كلمة الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد، وطبعا يشرفني متابعتك ليا وتاج على راسي من فوق. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويسعدكم ويكبر بخواطركم يا رب، اللهم امين، ويحقق لكم كل حاجة حلوة بتتمنوها في حياتكم يا رب. اللايكات الجميلة بتاعتكم قبل ما ننسى نحط اللايك للفيديو، طبعا كومنتاتكم الجميلة اللي انا بستناها. النهاردة بقى يوم جديد وروتين جديد، وان شاء الله يعجبكم الروتين بتاعنا النهاردة لأول مرة معاكم من بعد الجواز. طبعا عندي بقى شوية هدوم كده عايزة تتغسل. عايزة اقول لكم ان انا اول مرة اغسل بالنهار. اول مره يعني انا قلت اصلا اغسل بالنهار علشان اصور معاكم، ما صورتش معاكم روتين وانا بغسل خالص. وطلب مني يا اسماء انت ما غسلتيش لسه من بعد الفرح ولا ايه؟ بقالك شهر ولسه ما غسلتيش. لا طبعا يا جماعه غسلت طبعا، بس اللي هو اصلا اول مره اغسل بقى بالنهار واول مره انشر بالنهار. يعني انا دايما بغسل بالليل وبنشر بالليل من يوم ما اتجوزت. اغسل بالليل وانشر بالليل، اول مره بقى اغسل بالنهار وانشر بالنهار. طبعا كنت فرحانة جدا جدا. يعني أول مرة طبعا طلعت أنشر وكده، يعني كان واقف قبالي كده أطفال كيوتة وعسل كده، يعني جيراننا. أول مرة أشوفهم، لأن طبعا ما بطلعش برا وكده يعني، أو ما بقفش في البلكونة بالنهار زي ما بقول لكم. يعني أول مرة أطلع البلكونة بالنهار وكده. ف تلاقيتهم بقى قاعدين يشاورولي ومبسوطين وكده يعني وبيكلموني، حتى هتلاحظوا وانا بنشر اللي انا بضحك. وبعض برضو من الجيران يعني بصولي وشاورولي كده، يعني قلت اكيد متابعيني او عارفيني. بس انا مبسوطه قوي قوي عشان ما اعرفش حد هنا. بتبسط قوي ما حد ايه ياخد باله او يكون متابعني او عارفني او كده ويكلمني. فربنا يسعدهم يا رب. إيه يعني مش عارفه اقول ايه، بس انا كنت مبسوطه قوي واي حد يكلمني وكده فانا كنت مبسوطه يعني. طبعا على فكره انا عشريه جدا يا جماعه، يعني على قد ما انا مثلا ببقى في حالي بس بحب الناس كلها. يعني حتى لو ما اعرفهمش او كده فانا بحب الناس كلها، جيران، اهل، صحاب، اي حد، والله بتمنى الخير للناس كلها والله.
المهم يا جماعة، ولعت على الغسيل او شغلت الغسالة، لان في ناس بتضحك قوي على كلمة ولعت دي. انت ولعت في الغسيل يا اسماء ولا ايه؟ لا، شغلت الغسالة يا جماعة. طبعا زي ما شفتوا في اول الفيديو كده، انا قسمت الهدوم على كام دور. دور كده بغسل الابيض لوحده، ما بحبش احط الابيض مع الالوان، علشان الابيض يبقى لونه زاهي كده وحلو. فقسمت الهدوم كده، عملت الابيض دور والالوان دور والغوامق دور. تمام. وطبعا في الاول كنت حاطه اريال، والهلوبه اللي انتوا شايفين إني حطيت منها معلقه دي، الهلوبه دي حطها على الهدوم البيضة. بصراحه حلوه جدا، يعني بتحل مكان الكلور مع الهدوم البيضة. الهلوبة دي بتحل مكان الكلور، بتستخدم لحاجات كتير جدا. عايزه اقول لكم بقى اللي انا معرفتش ان اللهلوبة مثلا بتغسل بها اللبس او كده وبتنظف الهدوم، غير من امل مرات اخويا بقى، تلاقيتها بتغسل بيها. يعني ما شاء الله امل، بتلاقي غسيلها زاهي وحلو، فتلاقيتها بتقول ان هي بتغسل باللهلوبة وكده. ف وتاني مرة بقى الدور الالوان بقوم حاطه الاريال برضو، او اي نوع يا جماعة. انا بستخدم دلوقتي برسيل، اي نوع بقى انتوا بتستخدموه. فالالوان بقوم حاطه كلور الوان، والابيض بحط معلقه من اللهلوبه دي، او ممكن شويه كلور. يعني لو ما عندكوش معجون اللهلوبه ده فبتحطوا شويه من الكلور، بس مش كتير طبعا يعني. والغوامق، عايزه اقول لكم بقى ان انا عايزه اجيب اللي هو مش عارفه اسمه ايه، اللي بتغسل بيه الهدوم السودة ده. قولوا معايا ولا؟ يلا ما علينا، مش فاكر. ما هوش عندي، هو مش عارفه اسمه ايه كده، اللي بتغسل بيه الهدوم السودة. المهم، والغسالة شغالة كده. قلت هتطبخ ايه النهاردة يا اسماء؟ قمت داخلة على المطبخ، وقلت اما اطلع من الفريزر صدور فراخ واعمل شاورما. هي الشاورما سريعة، ما تاخدش وقت ولا حاجة، واكل لذيذة وحلو. ممكن تعملي الشاورما بقى مع رز بسمتي، ممكن تاكلي بها عيش، يعني زي ما تحبي. طبعا طلعت الفراخ اول حاجة، قطعتها شرايح كده رفيعة، شكل الشاورما يعني وكده. وغسلتها بدقيق وليمون وخل وملح وكده يعني. وجيت هنا بقى قلت اما اجيب بصلايه اغسلها واقطعها كده شرايح، وطماطمايه برضو شرايح، وبرضو نفس الحكايه فلفل، علشان الشاورما. فقلت اجهزهم وكده على ما انقع الشاورما كده في المحلول اللي انا لسه عامله لها ده، علشان تبقى نظيفه كده وما يبقاش فيها ريحه زفاره خالص. المهم هنا بقى قلت اما اغسل الشاورما بقى على السريع كده، الفراخ اللي انا مقطعاها على شكل صوابع كده يا جماعه، او التقطيع اللي انت عايزاها براحتك يعني. هشطفها من المية بقى على السريع كده، خلاص نضفت وبقى ريحتها جميله. وطبعا الخل بيخليها تستوي معانا بسرعه، متاخدش وقت على النار. جيت هنا عند البوتاجاز بقى، قلت اما اولع بقى، وحطيت الطاسه علشان نعمل الشاورما الجميله بتاعتنا. شوية زيت او زبدة او اي حاجة بقى انت بتستعمليها. واول ما الزيت يسخن هننزل بالشاورما، نديها صدمة يا جماعة. مش عايزينها تنزل السوائل بتاعتها، فبنسيب النار عالية والزيت سخن ونديها الصدمة بقى، ونقلبها لغاية ما تاخد لونها يتغير كده، لون الفراخ يتغير. وهنبتدي نحط البهارات بتاعتنا والخضار اللي احنا مقطعينه. ايوه كده، نقول بسم الله ونقلب. شايفين حتت الفراخ اللي خدت لون دي بتتحمر كده على السريع. وبعدين هنحط بهارات ايه اللي هتحطها يا اسماء؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. بس لسه محطش لايك للفيديو، يحط لايك كده ويشجعني ان انا اقدم لكم الفيديوهات الجميله اللي انتوا بتحبوها. انا اقدم لكم الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها وانتوا شجعوني باللايك. البهارات اللي انا حطيتها طبعا يا جماعه بهارات شاورما، ولو مش عندك بهارات شاورما مش مشكله. المهم انا عندي بهارات شاورما، حطيت بهارات الشاورما، حطيت فلفل اسود، حطيت جنزبيل، حبهان مطحون، وقلبتهم تقليبه حلوه كده. وهنزل عليهم بالبصل اول حاجه، واديهم تقليبه حلوه كده. الله بقى يا جماعه على الروايح، ما اقولكوش. ساعه ما حطيت كمان البهارات وكمان البصل وقلبت كده، ريحه الشاورما بدات تطلع. حطيت شويه ملح كمان. هسيب البصل مع الفراخ شويه وارجع اضيف الطماطم والفلفل.
بحب انا منظر الالوان دي، بتفتح النفس لوحدها يا جماعة. اقلبهم بقى تقليبة حلوة برضو، وهغطي عليهم بقى واسيبهم يستووا براحتهم. على ما الشاورما الجميلة بتاعتنا تستوي هنعمل ايه؟ خلصنا الغسيل ونشفناه وكل حاجة متظبطة يا جماعة. هدخل بقى كده افتح الستارة بتاع البلكونة وامسح الاحبال. طبعا شايفين وانا بضحك دلوقتي، كنت بضحك مع الاطفال اللي في البلكونة دول. بقول لهم انتوا جايين في الكاميرا. ايه, ايه تاني يا اسماء؟ همسح الاحبال طبعا اول حاجة، علشان اما انشر كده ايه ممكن الاحبال تكون متعفرة فتعلم كده في الهدوم وانا غسلاها وتعبانة فيها يعني. هبتدي كده انشر الفاتح، طبعا بنشره قدام وكمان مش حكاية الفاتح بس، القصير بنشر القصير قدام والطويل ورا. يعني مثلا لو غسلة طقم سرير او حاجة بخليها اخر حاجة على الحبل عشان بتبقى كبيرة وطويلة كده، فبخليها اخر حاجة على الحبل. وبرجع بقى العبايات البيتي بعديها. بعدين بقى التيشيرتات لو في تيشيرتات لشريف او لي انا او كده بنشرها. وبعدين بقى الاطقم الداخلية بتاع شريف بحطها قدام خالص. يعني بحب ارتب الاحبال كده شكلها حلو يا جماعة. ببقى مبسوطة انا لما اخلص نشير، بتلاقيني ابص للحبل بتاعي ومبسوطة بيه كده بالالوان اللي عليه وبالنظام اللي انا منظماه. الاطقم الداخلية قدام، يعني بحط الابيض برضو في جنب والالوان في جنب. يعني لو في اطقم داخلية بيضة والوان فبقوم نشرة برضو الابيض في جنب والالوان في جنب. طبعا شريف بيحب الاطقم الالوان بالذات اما يكون في الشغل. امال الاطقم البيضة بقى اما يكون قاعد من الشغل او كده الاطقم البيضة بتبقى احسن طبعا. حتى بحبها على الاحبال كده بتبقى منورة الغسيل. بس اعمل ايه بقى، يعني هو بيحب الاطقم الالوان دي علشان الشغل وكده. عاوزه اقول لكم بقى ان طبعا يعني في حاجات تانية ما بتتصورش. يعني مش كل يوم هصور نفس الروتين اللي بعمله. يعني ممكن مثلا يعني امشي ايدي كده في الشقة على السريع، حاجة عايزة تتظبط تتحط مكانها بحطها. إيه، السرير بتاعي مثلا بنظمه وبرتبه كده يعني، حتى لو مش هغير فرش السرير. إيه، في حاجة في المطبخ عايزة تتعمل على السريع بعملها. طبعا عارفين بقى، يعني كلكم ستات بيوت وعارفين، حتى اللي لسه مش ستات بيوت بكرة يبقوا ستات بيوت ويعرفوا ويتجوزوا ويعرفوا يعني ايه جواز ومسؤولية. تلاقي بص تصحي من النوم تلاقي وراكي كام شغلانة. فالنظام هو كل حاجة برضو. انا بحب انظم وقتي وانظم شغلي علشان ايه ما اتعبش. يعني مثلا مش ممكن كل حاجة اعملها في يوم واحد. يعني بقسم شغلي وبرتبه كده، بس في حاجات يوميا بتتعمل كده بتبقى سريعة، فدي لازم تتعمل كل يوم. اصل مش معقول يعني مثلا هتقومي من على السرير بتاعك مش هترتبيه. إيه كده، يعني في حاجات بتبقى سريعة. لكن مثلا ما بنغير فرشة السراير بتبقى كل يومين تلاتة كده. إيه حاجة مثلا في الريسبشن إيه عايزة تشال من مكانها حتى لو هو نضيف، فبيبقى في حاجات بسيطة وخفيفة كده لازم تتعدل كل يوم. ايه رأيكم بقى في النشر بتاعي يا ولاد؟ قولولي قولولي. طبعا انا بنشر وبخاف على التليفون وانا بنشر، يعني لو ملاحظين في شوية هوا في الجو وانا بنشر قاعدة اقول يا رب الدنيا ما تشتيش، يا رب الدنيا ما تشتيش. طبعا يا جماعة عايزة افكركم بقناة هجورة فاني. يعني مش عايزة حد ينساها، اللي لسه مشتركش فيها ما يبخلش عليها بالاشتراك كده وبالمتابعة. ان شاء الله هنعمل لكم عليها فيديوهات حلوة يعني. كل فترة بإذن الله بننزل عليها فيديو. وهجورة بتبقى موجودة فيه معانا. انا عليا انزل لها فيديوهات كتير عليها، بس انا بحب اعمل فيديو هاجر تبقى موجودة فيه. بما ان القناة بتاعتها هي وباسمها، فبحب ان هي تكون ظاهرة في الفيديوهات. انا عليا شغالها وانزل عليها فيديوهات وكده، بس انا عايزة كل حاجة تتعمل على القناة يبقى فيها ذكرى الهاجر. فاهمني؟ فهسيب لكم اللينك بتاعها في تعليق مثبت. اتمنى طبعا ويشرفني ان انتوا تشتركوا عندها وتتابعوها وتكتبوا لها كومنتات حلوة كده. دايما اقول لكم انتوا امهاتها وابهاتها واخواتها،
فربنا يديمكم نعمة في حياتنا يا رب. هسيب لكم اللينك في تعليق مثبت، اللي لسه مشتركش هناك يشترك كده ويكتب لها كومنتات حلو. وفي مفاجأة كده بس مش عايزة اقولها لان انا لو قلتها مش هتبقى مفاجأة، يمكن تنزل لكم بكرة بعده، مش عارفة. بس انا عارفة ان ناس كتير كتير جدا 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 مستنياه، فهشوف كده وابقى اقول لكم يعني، لا بكرة لا بعد. هنا ده شكل كده الحبال بعد ما خلصت. النشير بتاعك مزهزه يا بنتي يا اسماء، وريحته ايه ومنور لما خلصت النشير الشاورما بتاعتي اتعملت. هنا حبيت اضيف يعني حوالي معلقه صغيره من الصويا صوص، بتديها طعم حلو بس بتغمق لونها شويه. فقلت مش مشكله لو ما ضفتهاش عادي خالص يعني براحتك. هنا بقى انا عايزه اعمل عيش مقرمش زي ده، بيبقى طعمه حلو قوي. فحطيت كده في الكسرولة دي شوية زيت، انا نقيت كسرولة ملمومة شوية صغيرة على اساس ايه الزيت يبقى باين فيها يعني. وقطعت العيش قطع مربعات صغيرة كده زي اللي بيبقى في المطاعم بالظبط يا جماعة، بيبقى طعمه حلو اوي، ما بتضيفش عليه اي حاجة، بس هو بيبقى طعمه حلو. والاحسن ان انت تطلعيه على منديل علشان العيش يشرب، المنديل يشرب الزيت اللي في العيش، عشان لما تيجي تاكليه يبقى طعمه حلو ومبقاش فيه زيت وكده يعني. فعملت الشاورما وعملت العيش على السريع اهو. تعملي ايه تاني يا بنتي يا سوسو؟ بس خلي بالك عشان ما يتحرقش منك، لان لو لونه غمق بيمرر ومبقاش طعمه حلو، اول ما ياخد اللون الذهبي تقوم شايلاه على طول. هنا جبت خيارة كده اقطعها وطماطمية برضو، لزوم الشاورما بقى. عايزه اقول لكم كانت اكله لذيذه 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 وجميله جدا، طعم الفراخ تحفه تحفه تحفه. هنا هتعملي ايه يا اسماء؟ طبعا في الوقت ده كان يعني يعتبر كان شريف جه، كان جه من الشغل يعني. فاصلا هو كان جه متاخر شويه بعد ما النور جه، يعني احيانا بيجي والنور قاطع بعد ما النور يجي. فهو كان جه بقى، فقلت على ما ايه باخد الشاور طبعا بعد ما يجي من الشغل يكون انا جهزت الاكل بسخنه كده. فانا كنت طفيت على الشاورما وولعت بقى عليها تاني بقى ايه عشان اسخنها. وكان عندي برجر في الفريزر، قلت برضو إيه اعمل برجر. العود الايه الفراخ ما تكفينيش اللي انا عاملاها شاورما يعني. فقمت مطلعه برجر محمراه، ما خدش معايا وقت برضه، على السريع هو جاهز يعني يا دوبك بس بتحمر. الطاسه دي كان فيها زبده، كان فيها زبده على على زيت. فانا بحب احمر البرجر في الزبده برضه بيبقى طعمه جميل قوي. هنا جبت رغيف العيش كده وقسمته نصين، حطيته على طبق كده. والعيش المحمر برضو اللي انتوا شايفينه ده، وقطعت الخيار والطماطم. وشريف كان جايب شيبسي، حطيته برضو في اطباق، حسيت ان الصينيه صغيره قمت حاطاه في طبقين على بعض. وايه تاني اسمه ايه ده يا ولاد؟ قولوا معايا، مايونيز وكاتشب، بس كده. وطبعا الشوبسي ده والله يا جماعه لسه عندي كل ما تشوفوني بشرب شويبس تقولوا له المقاطعة يا اسماء، والله لسه مشتريته من قبل الجواز، لسه عندي لسه عندي لسه عندي. هنا خلاص. بعد ما اتغدينا وقعدنا وسهرنا يعني، دي كده قبل ما انام قلت اشطب المطبخ بصراحة. يعني كنا حوالي امتى كده، كنا خلاص حوالي الساعة 12 ونص في الحدود دي. قلت اشطب المطبخ قبل ما انام، احيانا ابقى نشيطة واشطب المطبخ قبل ما انام، واحيانا ابقى كسولة شوية، بالذات في المواعين اللي هي بتاعت الغدا او العشاء. يعني لو متغدين متأخر خلاص ما بنتعشاش، لان احنا ما عدناش بنسهر زي الاول. كنت الاول الساعة 5 6 الصبح على ما ننام، دلوقتي بقى عدنا بننام 12، احيانا قبل 12 كده يعني. واحيانا من الساعة 9، تخيلوا يعني. بقول لشريف بعد ما كنا بننام 6 الصبح قعدت تنيمنا زي الفراخ كده، تبيتنا من الساعة 6 الصبح، من الساعة 6 المغرب. هي مش 6 المغرب يعني، بس انا بقول له كده يعني. بعد ما كنا بنسهر للساعة 6 الصبح ننام الساعة 6 المغرب.
لان انا من النوع بصراحة اللي بحب السهر، ممكن ياخدني للصبح كده ما نمش. بس كل واحدة بقى بتبقى تبع ظروف جوزها وكده. فهنا قلت اشطب المطبخ، لان بصراحة لما بشطبه قبل ما انام ببقى مرتاحة جدا، وببقى قايمة الصبح رايقة وبنام براحتي. خلاص كده الاطباق مخدتش منا اي وقت، كله على السريع. ما عكناش مواعين كتير ولا حاجة، يعني الاكلة كانت سريعة وبسيطة ولذيذة جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ولايكاتكم الجميلة اللي انا بحبها، والكومنتات اللي بحبها جدا جدا جدا. ربنا يسعدكم ويدومكم نعمة في حياتي. خلاص بقى يا جماعة كده شطبت المطبخ معاكم وخلاص بقى. هو ده كان يومي من اول ما صحيت لغاية ما نمت كده، يعني قضيت يومي انا لوحدي من غير جوزي يعني. فغسلت بقى ونشرت وطبخت، وكان عندي مواعين غسلتها، وشطبت المطبخ قبل ما انام. كل حاجة على السريع كده. ويا ريت فضلا كده اللي لسه ما اشتركش عندي على الفيسبوك بقى ينورني ويشرفني على الفيسبوك بتاعي. الفيديوهات بتنزل هناك. بشوف كومنتات حلوة هناك برضو بتعجبني بصراحة. ما شاء الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. الفيسبوك عندي بقى ما شاء الله. وعلى فكرة بفتح هناك لايفات، اللي بيحب اللايفات بقى يا جماعة يشرفني وينورني على الفيسبوك. هسيب لكم اللينك بتاع الفيسبوك، هسيبه على المنتدى. تمام، او ممكن اسيبه في تعليق مثبت مع قناة هاجر. اشوف وشكم ان شاء الله في فيديو جديد. متنسوناش في اللايكات والاشتراكات. بحبكم يا احلى خيط في الدنيا كلها. ربنا يسعدكم ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. تسلموا لي، يسلم لي حبكم ليا، تسلموا لي، ويا رب دايما تبقوا منورين حياتي كده. يلا بينا بقى نشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله وحفظه. مع الف الف مليون سلامة. سلام.